أهلا يا صحابي، أنا لولو هاخدكم النهاردة في حدوتة جميلة عن الباب السحري والأحلام. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتكملوا الحدوتة للآخر. كان يا مكان في غابة كبيرة، لما الليل بيجي كل الحيوانات بتنام، لكن كان في أرنب صغير اسمه لولو. لولو كان دايما بيفضل صاحي شوية قبل ما ينام. كان عنده عادة غريبة، كل ليلة بيطلع يقعد عند أكبر شجرة في الغابة. كان بيقول إن الشجرة دي فيها سر. وفي يوم جمع الحيوانات وقال لهم: أنا حاسس إن الشجرة دي وراها سر، بالليل بتكون غريبة. الحيوانات ما كانتش مصدقاه، فقال لهم لولو: خلينا نتجمع كلنا بالليل ونشوف الشجرة. ولما جه بالليل واتجمعوا، الشجرة ما حصلتش فيها حاجة. الحيوانات قعدت تضحك عليه ويقولوا: يا لولو، دي شجرة عادية. لكن لولو كان متأكد إن فيها حاجة مختلفة. وفي ليلة هادية جدا، القمر كان كبير والنجوم مالية السما. كان لولو قاعد تحت الشجرة بيبص للسما بهدوء، وفجأة الشجرة بدأت تلمع بنور خفيف. وفجأة ظهر باب خشب في جذع الشجرة. دهش لولو جري ناحية الباب، لقى جواه نفق سحري. مشي لولو لحد ما النفق انتهى ودخل مكان جميل وغريب. المكان ده كان مليان أحلام الأطفال، أحلام كتيرة جدا كانت بتطير في الهوا. في حلم طفل بيطير فوق السحاب، وفي حلم ديناصور لطيف بيلعب كورة، وأحلام تانية كتير. وقف لولو يبص حواليه بدهشة، وفجأة ظهرت سلحفاة كبيرة لابسة نضارة. قربت من لولو بابتسامة هادية وقالت: أهلا يا لولو، احنا مستنيينك من بدري. استغرب لولو وقال: مستنيني أنا؟ ابتسمت السلحفاة وقالت بلطف: أيوة، لأنك دلوقتي هتبقى حارس الأحلام. وبهدوء رفعت السلحفاة تاج صغير لامع وحطته فوق راس لولو. وفجأة التاج بدأ يلمع بنور هادي، وبعدها ابتسم لولو ومسك العصاية بحماس. ومن يومها كل ليلة لولو بيفتح باب الليل السري، وبعدها يرفع لولو العصاية بهدوء، فتطير فقاعات الأحلام في الهوا وتدخل الأحلام بهدوء. ولما الفقاعة تلمسهم بيبتسموا، لأنهم كده بدأوا يشوفوا أجمل الأحلام. وعشان كده لو نمتوا كويس النهاردة، ممكن لولو الأرنب يبعت لكم أجمل حلم في العالم. تصبحوا على خير. كان يا مكان في يوم مهرجان المزرعة، الحيوانات بتستعد ليه. كان ما بينهم كتكوت جميل اسمه كوكو. كوكو كان مرح جدا وبيحب يلعب ويجري. ماما وهي داخلة البيت كانت شايلة سلة، طلعت منها حاجة بتلمع، دي بيضة ذهبية جميلة. يا كوكو، أنا رايحة أجيب طلبات، خلي بالك من البيت. حاضر يا ماما. قعد كوكو يلعب بالكورة هنا وهناك، وفجأة بص على البيضة الذهبية. راح يجيب كرسي صغير. أنا هبص عليها من بعيد، مش هعمل حاجة تاني. وفجأة وهو بيمد جناحه وقعت اتكسرت منه البيضة. يا خبر، مين اللي كسر البيضة؟ دخلت ماما وبصت على البيضة المكسورة. أنا دخلت المطبخ ولقيتها مكسورة. مين اللي كسر البيضة؟ كوكو وقف، كان خايف وقلبه بيدق بسرعة. قولي الحقيقة يا كوكو وأنا هسمعك وهقف جنبك كمان يا كوكو. فجأة افتكر كوكو لما ماما دايما كانت بتقوله: الصدق شجاعة، واللي بيكذب ربنا بيزعل منه.
كوكو خد نفس. أنا اللي كسرتها يا ماما. أنا زعلانة إن البيضة اتكسرت، بس الأهم من البيضة إنك قلت الحقيقة. ودي البيضة الذهبية اللي هنقدمها للمهرجان. يعني أنا ما بوظتش المهرجان؟ لا يا كوكو، دي بيضة كانت قديمة، وأنا مبسوطة منك قوي. ولما وصل كوكو المهرجان كان ماشي فخور بنفسه وسط الحيوانات، لأنه اتعلم إن الشجاعة هي إنك تقول الحقيقة. وانتم كمان يا أطفال لازم تقولوا الحقيقة زي كوكو. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. كان يا مكان في يوم مليان جري ولعب بين الكلب بوبي والخرفان اللي بيحرسهم. كانوا بيحبوا يلعبوا مع بعض جدا، بس بوبي كان عنده مشكلة صغيرة، كان كسول شوية ومش بيحب يتعب خالص. وفي يوم جه صاحب المزرعة وقال له: يا بوبي، أنا هسيب لك الخرفان أمانة، خلي بالك منهم، أنا واثق فيك. وبعد كده راح غير هدومه ومشي وساب له الأمانة. بوبي بص حواليه وقال: هو إيه اللي ممكن يحصل؟ هستريح شوية بس. وراح نام تحت الشجرة. لكن ورا الأشجار كان في ثعلب مكار قاعد بيراقب كل حاجة. وأول لما اتأكد إن بوبي نام ومحدش بيحرس الخرفان، قام بهدوء ابتدى يقرب من الخرفان خطوة خطوة. الخرفان خافت وجريت وهي بتصرخ: يا بوبي الحقنا يا بوبي، الحقنا يا بوبي، الحقنا يا بوبي. بوبي صحي مخضوض، وأول لما شاف اللي حصل جري بكل قوته لحد ما مسكه وهجم على الثعلب بسرعة وقعد ينبح بصوت عالي. الثعلب خاف وجري بعيد عن المزرعة. الخرفان بعدها جريت على بوبي واتجمعت حواليه. كانوا خايفين، بس دلوقتي بقوا بأمان في وجود بوبي. قالوا له: شكرا يا بوبي. لكن بوبي كان زعلان جدا من نفسه وقال: أنا غلطت، أنا ما كنتش قد الأمانة، كنت ممكن أضيعكم بسبب كسلي. ومن اللحظة دي بوبي قرر إنه هيبطل كسل ويخلي باله من الخرفان كويس ويبقى دايما قد المسؤولية. وتاني يوم صحي بوبي بكل نشاط والخرفان حواليه وقال: أنا وعدت نفسي إن أحافظ عليكم ومش هكون كسول تاني. وانتم كمان يا صحابي ابعدوا عن الكسل وكونوا دايما قد الأمانة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. كان يا مكان في حديقة كبيرة مليانة ورود جميلة، كان في فيل صغير اسمه فلافيلو. فلافيلو كان بيحب يلعب بالألعاب، بس كان دايما بيلعب لوحده. وفي يوم جت أرنوبة صغيرة اسمها رورو، قالت له: ممكن ألعب معاك؟ لا، دي ألعابي أنا لوحدي. رورو زعلت منه وسكتت. بعدها فلافيلو قام يتمشى في الحديقة، وفجأة شاف صندوق قديم بيطلع منه ضوء أزرق بيلمع. قرب منه وحاول يفتحه، بس ما كانش راضي يفتح، كان نفسه يعرف ايه اللي جواه. وفجأة الصندوق بدأ ينور أكتر، ظهرت قدامه صور لحاجات كان عاملها. شاف نفسه هو بياخد لعبة من رورو ولعب تانية من أصحابه. فلافيلو وقف وزعل جدا من نفسه وقال لنفسه بعدها: أنا ليه عملت كده؟ وفجأة قال وهو متحمس: أنا لازم أصلح اللي عملته. مسك أول لعبة: أنا بحبها بس دي مش بتاعتي ولازم أرجعها لرورو. راح عند رورو قال لها: دي لعبتك، أنا آسف يا رورو، تزعليش مني. فلافيلو فرح جدا بعدها وحس إنه بقى أحسن. راح بعدها للدبدوب دوبي ورجع له الكورة: أنا آسف يا دوبي. ولا يهمك، أنا سامحتك. فلافيلو رجع للصندوق،
كان مستني يشوف إيه اللي هيحصل بعد كده. فجأة الصندوق نور جامد وطلع منه هدية جميلة، لعبة جديدة أول مرة يشوفها. فلافيلو فرح بيها ومسكها، قال دي بقى بتاعتي بجد. وقال لنفسه أنا مش هاخد حاجة مش بتاعتي تاني، وهشارك ألعابي مع صحابي. وانتم كمان يا أصحابي عايزاكم تشاركوا اللعب مع صحابكم، هتستمتعوا أكتر. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. كان يا مكان في بيت صغير هادي ودافي، كانت عايشة قطة لطيفة اسمها ليلي. ليلي كانت بتحب تلعب طول اليوم، لكن كانت فضولية جدا. وفي ليلة هادية ليلي كانت قاعدة جنب الشباك، بصت لفوق ولقت القمر منور في السماء. قالت ليلي ايه النور الجميل ده؟ فضلت تبص للقمر وقالت يا ترى ده ايه؟ كرة كبيرة ولا لعبة؟ وقعدت تفكر شوية، وفجأة قررت تحاول تمسكه. نطت على الشباك ومدت ايديها الصغيرة بتحاول تمسك القمر، لكن القمر كان بعيد بعيد جدا. قعدت ليلي وهي زعلانة مش عارفة توصله. وفجأة جت فراشة صغيرة بتطير جنب الشباك. قالت الفراشة يا ليلي القمر مش لعبة. سألتها ليلي أمال إيه؟ قالت لها القمر صاحبنا، هو اللي بينور الليل علشان كلنا ننام في أمان. بصت ليلي للقمر تاني وحست إنه كأنه بيبتسم لها. قعدت ليلي على الشباك تبص للسما وللنجوم وقالت بهدوء تصبح على خير يا قمر. وبعدها من يومها كل ليلة قبل ما تنام ليلي تبص للقمر وتقول تصبح على خير يا صاحبي. وانتم كمان يا أطفال جاهزين للنوم؟ تصبحوا على خير.